بلد جديدة رايحينها وهي أغلى دولة في العالم. You're paying by car, right? Yes. هما هيتفرتكوا بسرعة يعني أنا متأكد. أنا دايما على فكرة أنزل في مطار فرانكفورت ده ترانزيت، المفروض يعني يعملوا لي حاجة هنا تدل على اسمي على أي حاجة. والمفروض بقى ان انا دلوقتي هطلع وسط البلد، عايز استكشف كده وامشي في الشوارع قبل ما اروح احجز فندق. بعد ما طلعت من المحطه فلقيت الناس بتبصلي قوي وحاسين يا عيني ان انا تايه. الترام ده ما بيقفش. الزارة اللي ورايا ده 5 ادوار، هو تحسوه كده فندق. كوتش ورايا وشانيل جنبه، والبراندات بالامانه حولالي عينيا. جورجي ارماني بالامانه يعني هو انا حسيت ان انا واقف قدام متحف تومي هيلفيجر يا جماعه. البراند ده قعدت احلم بيه 6 شهور على ما جبت منه بنطلون. الحنكه في ان هم يعملوا 2 رولكس في نفس الشارع. اغلى بلد في العالم يا جماعه، هنعمل ايه طيب؟ الكافيه اللي ورايا ده من اكتر من 100 سنه، يعني انا دلوقتي جاي افطر في مكان اثري. كل التكوسه هنا مايباخ اس 500 مرسيدس، احدث الانواع بتاعت التكوسه. بلد هي بتتكلم عن نفسها. ناس معاها فلوس يابا، ناس معاها فلوس يابا. بحيره من اجمل البحيرات اللي هتشوفها في حياتك، البحيره الاجمل في العالم يا جماعه. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انا متاكد ان هعمل محتوى قوي قوي في الفيديوهات الجايه دي، لازم تتفرجوا عليها. صباح الفل، يوم جديد، استكشاف جديد، بلد جديدة رايحينها وهي أغلى دولة في العالم اللي كلكم طلبتوها مني على الانستجرام والفيسبوك. بدأت رحلتي من الدنمارك تحديدا من مدينة بيلوند، وكان خط سيري بعدها ان اقعد 3 ساعات ترانزيت في ألمانيا تحديدا مدينة فرانكفورت. هنغير فلوس من المكان ده، بعد كده نطلع لأغلى دولة في العالم. فكروا كده شوية وبعد شوية أقول لكم إيه هي أغلى دولة في العالم. $400 and it's going to be 315 euros. اوكي. You're paying by car, right? يس. غيرنا كده 400 يورو عشان ايه؟ نتدلع ونظبط الامور. هم هيتفرتكوا بسرعه يعني انا متاكد، بس برضو ايه لزوم الحركات يعني احتياطي. معانا الكروت بتاعتنا ومعانا برضو ايه الفلوس الكاش. And introduce your email address to send you the receipt. دلوقتي بقى ايه بكتب الايميل بتاعي وبمضي لزوم السكيورتي والامان. بصراحه الناس هنا بتقدر كل حاجه، مش هيص مش اي حد يجي يغير اي حاجه في اي حته. دي اوروبا وجمال اوروبا يا جماعه. نظام، ها نظام. دلوقتي بقى احنا في مرحلة البحث عن 21F. انا دايما على فكرة انزل في مطار فرانكفورت ده ترانزيت، اتحرس مني سفريات. المفروض يعني يعملوا لي حاجة هنا تدل على اسمي على اي حاجة. المهم انا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا. دايما لما بيبقى معاكم البوردنج باس بيبقى مكتوب فيه الرقم ده اللي هو الجيت. الرقم ده دايما لما تيجوا تاخدوا ترانزيت اتاكدوا منه، لان انا كنت مثلا في جيت اسمها A16 اكتشفت ان هي اتغيرت ل A14 وما بعتوليش لا ميل ولا بعتولي رسائل. بقول لكم بس شويه نصايح بسيطه وصغيره بس مهمه قوي في السفر، عشان انا دلوقتي فاضل لي حوالي ساعه الا ربع والمفروض ان انا اعمل تشيك ان. فلو انا كنت فاكر ان A16 ونمت بقى ووثقت فيهم زي ما بيقولوا، كنت زماني دلوقتي رشقت في شجره او لبست في حيطه زي ما بنقول كده بالمصري. فدايما تتاكدوا من اللوح اللي هي الكبيره دي اللي بتبقى موجوده في المطارات. طول حياتي كنت دايما اسمع عن سويسرا انها اغنى واغلى دولة في العالم، وكان بمجرد ان اسمع اسمها بس كنت بحاول اني ما افكرش في البلد دي ولا حتى افكر في زيارتها، وده بسبب اللي كنت بسمعه عنها وعن اهمية البلد دي في العالم كله. بس النهارده جه اليوم اللي ازورها واصور كل المدن الجميلة اللي فيها.
تابعوا سلسلة فيديوهات سويسرا يا جماعة، لأنها هتكون الأحلى في محتوى اليوتيوب العربي كله، وأنا أعني الكلمة دي. جماعة وصلنا مطار زيورخ، سويسرا أغلى دولة في العالم. دلوقتي هناخد الشنطة بتاعتي وهنتجه لأول حاجة في زيورخ، واللي هي هتبقى مفاجأة. زيورخ هي أهم مدن سويسرا وأكبرها على الإطلاق، وطبعا بتقع زيورخ في وسط شمال البلاد على الحدود الألمانية على بحيرة زيورخ. والمفروض بقى ان انا دلوقتي هطلع وسط البلد، عايز استكشف كده وامشي في الشوارع قبل ما اروح احجز فندق، ولا قبل ما اجر عربيه، ولا قبل ما اعمل اي حاجه. طبعا في ناس كتيره جميله طلبت ان هي تشوفني في سويسرا، انا بشكركم من كل قلبي. لقيت رسائل كتيره جايالي، واكيد هقابل ناس منكم، بس يعني ايه، يا رب الاقي وقت، عشان انا بالامانه عايز اعمل كذا حاجه في كذا حته. واشتريت التذكره دي ب 13 فرنك، بلف بيها اليوم كله من النهارده لبكره، كل حاجه بقى، باصات، قطوره بتاع. بالامانه انا المفروض ان انا هاجر عربيه، بس جيت غيرت دماغي كده، قلت ايه، بدل ما تاجر عربيه زي كل بلد، لا انت لازم تستكشف جمال وطبيعه سويسرا. فبفكر بقى اخد قطوره، لان هنا عندهم القطوره في قطوره خاصه كده بانوراما، كلها ازاز في ازاز، من فوق ومن تحت ومن اليمين ومن الشمال، عشان خاطر تشوفوا جمال سويسرا وجبال القلب بقى والطبيعه. اول يوم ليا في زيورخ، انا متاكد ان هعمل محتوى قوي قوي في الفيديوهات الجايه دي، لازم تتفرجوا عليها. Zurich main station, Zurich Wiedenkorn, Ziegelbrücke. ركبنا القطر من المطار بتاع زيورخ، والمفروض ان احنا دلوقتي رايحين السنتر بقى، اللي هو قلب المدينه بتاعت زيورخ. انا اسف ان انا بتكلم بهدوء كده وبهمهمه، بس عشان هنا كله هص خالص، والدنيا هاديه ورايقه وجامده. انا لسه طالع من القطر وواقف كده جنب القطر على السلالم، فلقيت الناس بتبص لي قوي، وحاسين يا عيني ان انا تايه لان انا مستني واحد صاحبي اسمه عمار، المفروض ان ده راجل عنده شغل وبزنس هنا كبير قوي، حبيبي واخويا، المفروض ان احنا هنقابله بعد شويه. المهم انا واقف بعد ما طلعت من المحطه، فيدوبك بس اتكلمت مع حد، هو كان راجل وست، قلت لهم انا عايز السنتر بتاع زيورخ. لقيت 3000 واحد وقف وكلهم عايزين يساعدوا. بصراحه اتبسطت. الانطباع الاول، الفيرست امبريشن عن الشعب السويسري، شعب محترم. انا من خبرتي في السفر بصراحه بعرف الشعوب من النزله الاولى، من الطله، حاجه تبشر بالخير. والترام ده ما بيوقفش، الترام ده ما بيوقفش. الناس اللي متابعه القناه معايا في اليوتيوب او صفحه الفيسبوك اكيد هيفتكروا الفيديو العظيم اللي عملناه في شارع الشانزليزيه في باريس فرنسا، وتحديدا لما اتكلمنا عن مميزات وعيوب فرنسا في اغلى شارع في العالم. والنهارده انا بصور لكم اهم شارع في زيورخ وسويسرا كلها، وهو شارع اسمه بانهوفشتراسه. وزي ما انتم شايفين هو شارع عالمي في كل البراندات والمحلات العالميه. الزارة اللي ورايا ده 5 ادوار، مش مبنى محل عادي، هو تحسوه كده فندق، اقسم بالله. الناس بقى اللي غاويه ساعات في مصر والدول العربيه، ناس يجي يقول لك تاج هاير وتاج هير وتاج هير، بس هو الاصلي بتاعه، النطق بتاعه الاصلي، وده انا عارفه من واحد الماني، تاجويا. طبعا ما ينفعش يعني نبقى موجودين ولاكوست ورانا وما نعملوش منشن كده. رولكس هناك اهو. الناس بقى اللي بتسأل على الساعات، عشان انا جالي على الانستجرام قالوا لي الساعات السويسري، ده رولكس نفسها ان هو فاتحه لكم. كوتشي ورايا وملعلع وشانيل جنبه، والبراندات بالامانه حولالي عنايه. سويسرا فعلا هي بلد غاليه، ولازم يكون فيها كل البراندات الغاليه اللي في العالم كله. جماعه انا هنا بقى قدام جورجي ارماني، البراند ده يعني طول حياته بيبقى محل فخم جامد، بس بالامانه هنا اهو انا حسيت ان انا واقف قدام متحف بمعنى الكلمه. بصوا يا جماعه المبنى عامل ازاي، بصوا، يعني انا مش عارف اقول لكم ايه. المبنى تحسه متحف بالالوان بتاعته، بالجدار، بالمبنى، جامد قوي، عاجبني. انا فاكر وانا عيل صغير كان قبل العيد ابونا وامهاتنا كانوا دايما يجيبوا لنا ايه، لبس العيد، وكنت بحلم 6 شهور عشان اجيب بنطلون تومي هيلفيجر يا جماعه.
البراند ده قعدت احلم بيه 6 شهور على ما جبت منه بنطلون، اقسم بالله كان غالي ساعتها، وكنت انا عيل صغير وعشان البس بنطلون غالي كان الموضوع صعب. النهارده البراند ده انا واقف قدامه، وطبعا لو حبيت اشتري اي حاجه هشتري، بس انا دلوقتي مفيش حاجه اشتريها بصراحه ولا في حاجه في دماغي، بس يعني افتكرت ايام الطفوله والذكريات. كل لما اجي اقول ان الشارع ده خلص الاقي يطلع لي براند من تحت تقطيع الارض، ديور ورانا اهو، رولكس تاني يعني. طب ايه الفكره؟ ايه الحنكه في ان هم يعملوا 2 رولكس في نفس الشارع؟ بصراحه مش داخله دماغي. اغلى بلد في العالم يا جماعه، هنعمل ايه طيب؟ طبعا شارع زي ده ما كانش يخلى من دولتشي اند جابانا يعني، وطبعا الشارع ده ما يخلاش من فيرزاتشي، العالم كله يعرفه، يعني مش هيفتح براند في الشارع ده؟ طبيعي يعني. لوي فيتون هنا يا جماعه، يعني طبيعي يعني ان لازم يكون البراند ده كمان ليه مقر هنا. حاجه بقى لاحظتها، الناس الكبار اشيك من الشباب الصغيرين سواء رجاله او بنات. تخيلوا بلاقي الراجل كده هو دقنه بيضه وشعر ابيض، واقسم بالله بيبقى عايز يتصور، بحسهم كده بهوات بنفسهم وحاطين ايديهم في جيوبهم كده وماشيين بثقه وعنطزه. واكيد مش محتاج اقول لكم ان زيورخ مشهوره بشركات الخدمات المصرفيه واللي بتصنف الافضل في العالم كله. اما بالنسبه لتصنيف زيورخ مقارنه بكل مدن العالم، فهي تم تصنيفها 3 سنين على التوالي كافضل مدن العالم من حيث الامن والنظافه والهدوء. الكافيه اللي ورايا ده اسمه شبرينجلي، الكافيه ده معمول في زيورخ من اكتر من 100 سنه، يعني انا دلوقتي جاي افطر في مكان اثري جوه زيورخ يا جماعه. نجرب بقى الاكتشاف ده عصير اصلا ساقع جدا بصراحه، يعني انا جربت كده بس هجرب تاني. حاسه كده زي الشجر من غير سكر، اصلا معرفش قال لي اسمه كده غريب اصلا، قلت اجرب بقى نشوف حاجات جديده وغريبه. بس ده كده العصير ده كده بالسلامه مش هيتشرب. دي بقى فراوله ومعاها حاجه تانية، دي فراوله عاديه مع الفراوله بتاع ابيض كده معرفش مرشوش حواليه مع الفراوله. ايه ده؟ تحسوه سكر كريمه مثلا، معرفش مش مشجع. هي قالت لي ان ده فيه شوكولاته، معرفش لقيت حاجه تانية خالص جات لي بصراحه، معرفش بصراحه ايه اللي حصل. المهم يعني ان الطبق والعصير ده انا لبسته ملوش اي لازمه خالص، لا فطار ولا يشبع ولا اي حاجه. الميه دي الناس بتشرب منها عادي من نظافتها، موجوده على هيئه نافوره. بصراحه انا كنت اسمع عن الموضوع ده عند جبال الألب والريف والكلام ده، ان الميه بتبقى نازله من جبال الألب ساقعه، بصوا بيشربوا منها عادي جدا، بس هنا معرفش دي مصدرها ايه، بس كلهم بيجوا بيشربوا منها. كل التكوسه هنا مايباخ اس 500 مرسيدس، احدث الانواع بتاعت التكوسه. بصراحه انا ما شفتش تاكسي ملوش لازمه. شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ ده اس 500 مرسيدس اس 500. ثمنها كام دي؟ حوالي 6 مليون جنيه، 7 مليون جنيه، 8 مليون جنيه، ما اعرفش دلوقتي بعد ما الدولار غلي بقت عامله كام في مصر او في الدول العربيه. قصه بلد هي بتتكلم عن نفسها. الناس عندها فلوس يابا، وعرب يا هو، الناس معاها ايه؟ الناس معاها فلوس يابا، الناس معاهم فلوس. Die Szenerie des Zürich Classic Car Award wirkt schon fast ein wenig wie zurückhaltendes Understatement. ومن هنا احب اقول للناس المهتمه بمجال العربيات ان في سنه 2019 تم تنظيم ايفنت وحدث كبير جدا ضموا فيه كل العربيات العالميه الكلاسيكيه القديمه. بحيرة من أجمل البحيرات اللي هتشوفها في حياتك، البحيرة الأجمل في العالم يا جماعة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ زيورخ يا جماعة، زيورخ سويسرا، ولا المنظر اللي هناك ده؟ إيه ده؟ إيه كمية الخضر اللي هناك دي؟ المنظر ده هو الأجمل في العالم، هو الأجمل في العالم.
تقريبا تريب بالمركب دي. تريب دي انا احتمال احجزها على فكره، يعني انا لو عندي وقت وهقعد في زيورخ كمان شويه احتمال اخد البوت دي واطلع بقى واستكشف الجمال كله يعني. الو شايفين الناس؟ روح 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 يا جماعه، روح زيورخ، روح. الناس جميلة، هي ممكن تكون بلد غالية شوية بس جميلة جدا جدا. انا اول ساعات ليا في زيورخ وده بشوفه، امال بقى لما هدخل الجبال والانهار والكلام ده ايه اللي هيحصل؟ اول بلد زرتها اللي فاكر بقى ألمانيا والفيديوهات اللي عملناها في ألمانيا، تحديدا مدينة فرانكفورت. بالأمانة كان عندي انطباع سيء جدا عن محطة القطر في فرانكفورت في ألمانيا. هنا بقى في زيورخ في سويسرا بالأمانة الموضوع مش زحمة، شياكة. أنا فاكر في فرانكفورت دي كان كل ما امشي كل متر كان لازم تلاقي شحات جاي يقول لك أنا عايز فلوس، اديني فلوس، اديني مية، اديني أكل بتاع. هنا في سويسرا حسيته رايق بصراحة، حسيته شياكة كده ورايق ومتوزع صح ومتقسم صح، وحتى الدخول بتاعه مفهوش يعني أزمة. كريم تعال تعال. كريم بقى سويسري مصري عسل، اتكلم مصري. انا عايزك تتكلم مصري. ماشي ان شاء الله. ان شاء الله. يا امير تعال 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 تعال. امير ده بقى شقي وابن عمار مكسوف بيتكلم مصري زي الفل وهو عسل وجميل. المهم الاستكشاف بتاعنا خلص النهارده. جماعه ما تنسوش تعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ما تنسوش تشتركوا في القناه، فعلوا زرار الجرس واختاروا كلمه اول او الكل او الجميع. كلمه بسيطه في التعليقات بتفرق معايا كتير جدا. وما تنسوش ان احنا عايزين نوصل ل 100,000 مشترك الايام الجايه دي، وبعدها على طول رحله المليون. يا جماعه رحله المليون مشترك لازم تكمل في خلال سنه، هنعملها معاكم وبيكم ونهاركم زي الفل، وانا بحبكم في الله. السلام عليكم.